زيتونة اليوم. يعني طول عمرنا في رمضان الشهر الكريم ده كنا وقت الفطار بنتفرج على بكار، حتى الكبار مش الصغيرين بس، كلنا كنا بنحب بكار في الوقت ده قوي. دلوقتي يعني للأسف الشديد 3/4 بيقعد يتفرج على البرنامج المستفز بتاع رامز جلال. مع العلم انا بحب رامز على فكره جدا، بس كممثل مش في البرنامج ده خالص، برنامج مستفز. الانكت من كده والاصعب ان بابا وماما بيقعدوا ولادهم الصغيرين يتفرجوا على رامز. يعني معلش ماما وبابا، انا النهارده لما قعد ولادي يتفرجوا على برنامج مبتذل، بلاش مبتذل، مستفز زي ده، ولادي هيطلعوا يقلدوه، هيشوفوا ان الموضوع ده عادي جدا، ان انا اعمل مقالب غتته ورزله وسخيفه في اصحابي في اي حد. فالنهارده انا قدوه. فازاي يعني ازاي افرج ولادي برنامج زي ده؟ وشرف امك فيه؟ بس وشرف امك. استنى بس بقول لك وشرف امك. استنى بس بالراحه. السلك لسه ما فكتش السلك. اوه في دم. بدل ما اقعد معاهم واشاركهم ان هم يتفرجوا على بكار، يعني ده حاجه. فرساله لبابا وماما في الشهر الكريم ده، المفروض ان انا افرجهم على حاجات حلوه، حاجات تعلمهم، حتى لو حاجات لذيذه. على بكار على فكره يعني اطفال وبيعلم حتى الكبار. ايه يا حسونه، ما قفلتش الحنفيه ليه بعد ما شربت؟ هو نقفلها ليه؟ هي الميه هتخلص ولا يعني هتخلص؟ ايوه هتخلص. لا مش هتخلص يا بكار، ما جاتش عليا. وبعدين الميه على طول موجوده في الحنفيه، عماله ترخ في الحنفيه، وكمان نهر النيل عندنا مليان ميه. ما هو علشان تفضل موجوده لازم نحافظ عليها وما نسيبش الحنفيه مفتوحه على الفاضي يا حسونه. فناخد بالنا يا برنس الليالي او يا برنس الابهات وبرنسيسه الامهات، ناخد بالنا. سلام عليكم.